الراجل ملزم بإيه في الجواز؟ خلينا نبدأ بمشهد بيحصل فعلا. راجل بيقول أنا متجوز بصرف عليها، هي تعمل اللي عليها بقى. وفي المقابل ست بتقول هو فاكر إن الفلوس بتشيل كل حاجة وأنا شايلة البيت لوحدي. طيب القانون واقف في صف مين؟ ولا القانون واقف في صف العدل بس؟ خلينا نسيب الكلام الشعبي ونمسك في الكلام القانوني. وأول قاعدة لازم تتحط بهدوء إن القانون ما قالش الراجل يصرف وبس، ولا قال إن الجواز شيك بنكي. القانون قال إن الجواز سكن أمان ومعروف قبل ما يكون نفقة. طيب الراجل ملزم بإيه قانونا؟ أول حاجة النفقة، والنفقة مش بس أكل وشرب، النفقة تشمل العلاج، اللبس، سكن مناسب، بالمختصر مصاريف حسب المستوى الاجتماعي. يعني ايه؟ يعني مش اقل حاجة وخلاص، ولا اصل على وضعه يسمح بقى. واللي الناس كتير بتتلخبط فيه ان النفقة مش بالمزاج، النفقة حسب يسار او اعسار الزوج. تاني حاجة المسكن الشرعي الآمن. الراجل ملزم يوفر للزوجة سكن آمن مفهوش تهديد ولا إهانة، ويكون مستقل ويليق بالزوجة. طيب لو السكن فيه تهديد أو إهانة ساعتها الزوجة تقدر ترفضه، وده ما يعتبرش نشوز. تالت حاجة المعاملة بالمعروف، وده أخطر بند وأكتر بند بيتكسر. المعروف يعني لا ضرب ولا إهانة ولا إذلال ولا تهديد بالنفقة أو الطلاق. الضرب هنا مش بس ضرب بالقلم أو غيره، الضرب ممكن يكون ضرب نفسي، لأن كلهم قدام القانون اعتداء. رابع حاجة ملزم بيها الزوج عدم التعسف في استخدام الحق. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يمسك النفقة كوسيلة ضغط أو يهدد بالطاعة أو يستخدم أنا راجل كسلاح. القانون بيعاقب في التعسف في استخدام الحق حتى لو الحق نفسه موجود. آخر حاجة الحفاظ على كرامة الزوجة. القانون ما بيسكتش عن التشهير أو الإساءة في السمعة، سب، إهانة أو التشكيك في الشرف، دي جرائم مش خناقة بيت. المفاجأة بقى إن القانون ما قالش إن الراجل ليه سلطة مطلقة، ولا قال إن النفقة بتشيل الاحترام والعشرة. الجواز مش صفقة ولا إدارة ولا أوامر. الخلاصة إن الراجل ملزم يصرف، يحترم، يعاشر بالمعروف، يوفر أمان. فاكر إن القانون هيقف معاه لمجرد إنه راجل؟ هيتصدم أول لما يدخل المحكمة. أو الكلام ده فرق معاك؟ اعمل له مشاركة.